مساء الخير عليكم كلكم. اليوم حبيت أتكلم بعد عودة كبيرة وبعيدة عن عطور سوسبيرو. لاين عطور سوسبيرو أو طبعا تبع مصمم العطور إكسرجوف. هاللاين هذا اشتهر فيه عطر إكسنتو، أوكي، وبعدها عطور وايد نزلت. خلصت هذيك العطور أغلبها انقطع، فنزلوا اللاين جديد من هالعطور، اللون الأخضر واللون الأصفر. أوكي، جدا جميلة ومختلفة وغير عن أول. هذا عطر دولسي ميلوديا. هذا ما أدري شلون، دولسي ميلوديا. العطر سويتي شوي، جدا جميل. الفصل مو فصل الشتاء، لا، صيفي ربيعي خريفي، بس مو حق فصل الشتاء، بس أنا حبيت أستخدمه لأنه توني مش شريته. العطر اللي يدور العطور السويتية، أنا كنت أول أدور العطور الغريبة، ما أحب اللي فيها خشب، بس حزاتي يبون عطور فيها نوتة الخشب مو واضحة. ما أحب الجلد القوي بالعطور، ما أحب، أنا أكثر شيء ما أحب الحمضيات بالعطور. المهم إن هذا العطر من أجمل عطور سوسبيرو من اللاين الأصفر. هذا كركمي، هذيليك على أصفر. هذا هو جدا جميل. روحوا شوفوا المجموعة الجديدة منه، راح تعجبكم 1000%. وإن شاء الله بإذن الله ما راح انقطع عليكم. أنا فترة انقطعت عن اليوتيوب عشان ما قمت أشتري صراحة عطور، قطعت، يعني كانت عندي كميات كبيرة فقلت كافي. بس أنا من عشاق عطور إكسرجوف كل لايناته، كازاموراتي، سوسبيرو، عطور اللاينات الثانية كلها. فأتمنى أنكم تجربون هالعطر.